انت اهم واحد في حياتك، فمهم جدا انك تتقبل نفسك وتحبها، وتكون دي اول حاجة في اولوياتك. وانا عارفة ان معظمنا عارف نفسه كويس وعارف كل التفاصيل عنها، بس الاهم من ان انت تبقى عارف نفسك كويس ان انت تحب نفسك وتتقبلها بكل التفاصيل اللي انت عارفها عنها دي. احنا دايما بنسعى ان احنا نكون محبوبين ومقبولين من المجتمع، وبنبقى شايفين ان ده اللي هيدينا الثقة والاوكي ان احنا نحب نفسنا زي ما هي، وان لو المجتمع ما قبلش الشخصية دي يبقى احنا لازم نغير عشان نفت ان جوه المجتمع، يا كده يا اما خلاص محدش هيحبنا تاني. مع انه بالعكس، انت لما بتكون على طبيعتك بتلاقي ناس فعلا تشبه تفاصيلك وبتحبك زي ما انت كده من غير اي تغيير ومن غير ما تحاول تفت ان. حاجات كتير قوي بتبقى معتقدات في دماغنا زي كلام الناس واللي بيقولوه والimperfection وان انا لازم ابقى good enough. كلام كتير قوي محتاجين نتكلم عنه في الفيديوز اللي جاية عشان تقدر تبقى عندك self love من غير ما يبقى فيه حواجز ما بينك وما بين نفسك، وان انت محتاج تبقى شبه المجتمع لمجرد ان انت مش حاسس ان انت مقبول